برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. البوصلة هي جهاز حساس مصنوع من قطع معدنية بتتحرك بحرية لتحديد الاتجاهات. أما بقى بوصلة الإحساس هي بترسم لنا طريق الحياة اللي ممكن نكون تايهين فيه. البوصلة هو عنوان حلقتنا النهاردة بدماغ تانية مع لمياء زهران، وأحلى كلام على راديو برونتو، صوتك سابق بخطوة. وهبدأ يومنا بصباح الفل وصباح كل حاجة حلوة، ومع الصباح الجديد بنفكر مع بعض وبنقول القلب بيحس بكل حاجة مستخبية ورا الوشوش. أحيانا بنحس بإن في شخص معين مش بيحبنا وما يكونش عندنا سبب يبرر إحساسنا، بس مش قادرين نغمض عيوننا عن إشارات قلبنا. هاخدكم معايا برحلة مع بوصلة الإحساس، وهتحدد لنا مجموعة أحاسيس مخفية. يلا بينا تعالوا. أول ما بتتحرك البوصلة بتروح لإحساس الأم. إحساسها هو بوصلتها. لما تقول لأولادها الشخص ده ما تدهوش سرك، ما تأمنلوش، ما تناقشهاش، أصلها بتحس بنوايا الشخص مهما يحاول يخبي. بتحس بعيون الغيرة، ولما تسألها عرفتي منين تقولك قلبي قالي، أصلي مش مطمنة. وفي رحلتنا بنلاقي البوصلة بتتحرك ناحية الحياة العملية. نلاقي إننا بعد ما عملنا مقابلة شغل بيكون جوانا حاجة بتشدنا لورا وبتقول لنا أقف وارجع ما تكملش، وبعتذر عن الوظيفة والسبب إننا مش مرتاحين. استنوا لسه ما خلصتش الرحلة، دي اتحركت تاني بس في اتجاه العواطف والعلاقات الزوجية، ودي بقى حاجة تانية خالص من غير إشمعنى وليه وإزاي. الزوجة بتحس إن الزوج متغير من ناحيتها مهما يبرر، وبتحس إن في حاجة كده بتدور في الخفا وشكله شايف له شوفة. طبعا كل الكلام بينطبق على الطرفين، ما هي الأحاسيس واحدة. ونكمل كلامنا وإحنا مع بعض وبنقول هي المشاعر بعد ما الراحة مش بتيجي من الهوا، يعني جسمك يحاول يقولك في حاجة غلط، وإحساس لحظي بس مش قادرين نتجاهله، بس ما هو ما فيش دليل. هو ألبرت أينشتاين كان له رأي إنه بيقول العالم مكان خطر جدا للعيش فيه، ليس لكثرة الأشرار فيه بل لصمت الأخيار عما يفعله الأشرار. هو الكلام الدماغ التانية بيقول عشان أعرف أعيش بهدوء نفسي بقول سكوتنا مش معناه رضانا، وصبرنا مش معناه ضعفنا، وحذرنا مش معناه خوفنا. ما هي الدنيا محتاجة حاجة تانية خالص، إني هكتفي بالخير اللي بيظهرهولي ومش هحاول أكتشف وأترك الخفايا لرب العباد وللزمن. هنتبع طريق التوازن ولكن بحذر، ممكن نسميه التجاهل الذكي. ونخلي بالنا إن استمرار العلاقات في التوازن بين الأبيض والأسود، وهو أكيد في لحظة هيترك التمثيل ويعود لشخصيته الطبيعية. طب بقول لكم إيه بقى، ما تكرهوش اللي بيغيروا منكم، بس احترموا الغيرة، لأن غيرته هي اعتراف منه بأنكم الأفضل. بس خلوا بالكم، عايزين نفكر ونتفق ونقول إن إحساسك ممكن يخدعك، وممكن تكون وساوس، وممكن إحساس بتحس بيه وبتكون عايزه في قرارة نفسك. وعشان كده هنقول كله على كيفنا، لأن لو عايزين نشيل القناع بالعلاقات المزيفة، لو الموضوع يهمنا يعني إحنا مش هنتجاهل إحساسنا، بس نحاول نفهم ونحلل المواقف اللي خلت عقلنا يدينا إشارات القلق للقلب. طب نقول مع بعض إننا هنا لازم نكون محايدين ومش متسرعين. نبدأ بنفسنا، بلاش السذاجة في التعامل، أصل الكلام خداع والإنسان بطبعه عاطفي. وبلاش المبررات والحوارات، وده قانون 70 عذر، لأن الواقع مش محتاج أعذار. هو كده الكلام لسه مخلص، بس هنكتفي بهذا القدر. كل واحد بيختار طريقه، يا إما بنحجز مكان ونستنى ربنا،
يكشف الحقيقة. ما هو في الأول وفي الآخر كله بأوانه، أو بندور على الحقيقة بنفسنا ونكون مستعدين للصدمة اللي هتعدل مفاهيمنا للحياة. وفي الحالتين وإحنا لسه الصبح هنقول الكلام اللي على رواقة: لا تحزن على المتساقطين شجرة حياتك، إنهم أوراق هشة اختبرتهم الرياح عندما هبت وأخذتهم بعيداً عنك. وختاماً مع أحلى مستمعين، صباحكم سعيد من ربي كريم، مع لمياء زهران على راديو برونزو.